كوكو البنات، مرحبا بكم عندنا. اليوم درسنا او فورماسيون ديالنا فهي الكلاصاج. كيف ما شفتوا هنايا اتخذنا الدرس كيف ما هو. طوينا البلاصه، لبسنا الكوانتي. دابا غادي نحاولوا نديماكيو الفم مزيان او لي ليفغ ديال الزبونه. طبعا هنا الزبونه دايره الحصه الاولى، وكيف ما شفتوا راه باين الخدمه ديال الحصه الاولى. هنا بعد ما نطوينا مزيان 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 غادي نجيو نديرو هنا البنج، وغنخليوه من 20 حتى 30 دقيقه. طبعا هنا الطريقه كل واحد كيخدم. انا خليت هنايا المتدربه تخدم بالطريقه ديالها. وطبعا هنا درنا البنج ما شفتوا. البنج خاصو يكون مزيان على جميع النواحي باش يقبط مزيان، وكنخليو ليها البنج 20 حتى 30 دقيقه. قبل ما نخدم كنسول الزبونه واش كتعاني من شي مرض، واش عندك السكر، واش عندك القلب، واش عندك شي مرض مزمن. تاخذ جميع الاجراءات ومن بعد نبدا نخدم. كنعطي الكليانه ديالي واحد الثقه انها تخليها تثق بيا، طي واحد الثقه باش تعرف بانني انا راني نخدم ليها مزيان، ويعني ما تخاف من حتى حاجه، ويكون انسان يكون كلشي على ما لا يرام. ايوا ونبدا في العمل ديالي. دائما وانا كنخدم بحركه دائريه. طبعا الا كانت الزبونه كتجي عندي اول مره، الا ما كانش عندها الزروقيه في فمها كنعطيها هي الوشوه تختار الالوان اللي بغات، او كان عندها مشكل فانا اللي كنختار اللون اللي غادي يجي معها ولا يناسبها. يعني كنعطيها الراي. كنصح دائما الزبونه ديالي انها ما تشربش الاشياء الساخنه من بعد الكلاصاج. تفادى الاشياء الساخنه، تحاول تكثر من السوائل، تشرب الماء بزاف. يعني السوائل مهمين بالنسبه لهاد الفتره هذه، وتاخذ طبعا بلاباي. وكانت معكم الكوتش زهراء. مرحبا بكم عندنا. خليت لكم الراحه. سلامه.